في حاجات بتحصل لك في الحياة وتبقى عارف سببها. إخفاق معين، تقول مثلا ما حدش ساعدني، ما كانش معايا فلوس، أيا كان. في حاجات تانية أنت بتبقى تسأل نفسك نفسي أعرف إيه اللي حصل، نفسي يا ابني عملت كده ليه؟ زي ماتش النهارده أهلي وبتروجيت. ممكن تلاقي مثلا واحد أنت جبت لابنك مدرس في كل مادة بيجيله لغاية البيت، رغم إنك مدخله مدرسة انترناشونال، عامل له اوضه لوحده للمذاكره، حاطط له فيها لابتوب، حاطط له فيها كمبيوتر، كل المراجع عنده، كل حاجه عنده، احسن لبس، احسن اكل، موفر له كل الظروف. وتيجي اخر سنه تلاقيه طالع لك بملحق. السؤال الطبيعي، يا ابني بتعمل كده ليه؟ يا ابني عملت النتيجه دي ليه؟ كان ناقصك ايه عشان تجيب مجموع كويس، عشان تتفوق؟ كل حاجه متوفره لك. هو ده النهارده عنوان ماتش الاهلي وبتروجيت. تسال نفسك اللعيبه انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني على المستوى رفاهية اللعيبة، ما اعتقدش في لاعب لاقي أجهزة التدريب دي، لاقي وسائل الترفيه دي اللي موجودة عندك، هو بقى اللبس، كل حاجة. على مستوى الماديات كل واحد فيكم ما شاء الله مفيش مرتب بيتأخر له، يمكن قبل المرتب بيوم أو قبل ميعاد فلوسك بيوم بتلاقي الفلوس نزلت لك. يا أخي على مستوى المعنويات، كاسب آخر كام ماتش ورا بعض، لسه صاعد دور مجموعات، بعد ما طب كان هيوقعك في حكم سيء وقدرت تفوز، والجماهير كانت كتير واحتفلت بيكو. على المستوى الإدارة الفنية معاك مدير فني جديد، تصريحاته كلها بيدعمكو، ما هاجمش لاعب، شايفه معنويا بيتعامل معاك كويس، مع اللي بيتغير طالع ونازل أيا كان أداؤه. اديني سبب واحد على المستوى الفني بتلاعب فرقة أنت أفضل منها فنيا بكتير في كل الخطوط، اديني سبب للمنظر ده. اديني سبب للمنظر اللي بدأنا بيه المباراة. ليه بدأنا بالشكل المنمل ده؟ ملوش عندي غير سبب واحد، ان في لعيبه سيئه ادائها بيبقى سيء اخر ماتشات، لكن هي موجوده، وهقولهم لك بالاسم. محمد علي بن رمضان ما بيأديش المطلوب بشكل كويس، اساسي ما فيهاش ولا كلمه. تريزيجيه ماتشات كتير سيء، ما بيظهرش غير 10 دقائق خلال ال 90 دقيقه، اساسي الماتش اللي بعده. اشرف بن شرقي مش هو لعبه كل نص ساعه كويسه وبقيه النص ساعه عمال يضيع في هجمات في الماتشات اللي فاتت، وبرضه اساسي. فالطبيعي ان كل واحد مفيش الحافز اللي يخليه ينزل ياكل النجيله. ما هو كده كده بلعب اساسي، ما ملهاش معنى غير كده. وقبل ما اتكلم عن المباراه، رجاء الناس اللي بتساعد يستروب بقى من اللي هم كانوا موجودين، عادل مصطفى او غيره او لجنه فنيه، رجاء ادوا مساحه للراجل يكتشف. ما تقعدوش تجودوا وتديله داتا، يعني ما تقعدش تقول له ان بن شرقي ده جامد وجايبينه بقد كده وكان نجم، تريزيجيه كان كده، زيزو كان كده، عشان ما يضطرش يبقى لازم الثلاثه يلعبوا، فيحط لك تريزيجيه في مركز هو ما بيلعبوش اصلا ولا بيجيد اللعب فيه ويوقع لك نص الملعب. تريزيجيه راجل طول عمره بيلعب على الجناح، بيعرف يضم لجوه، بيعرف يوشه بوش رجله اليمين، بيحط حتى لعبته الارض عارفينها، ده اداؤه، او بيكمل للطرف وبيعمل عرضيات للي جاي. هو تريزيجيه ده اداؤه. اما تحط رقم 8 لا هو صانع العاب ولا بيعرف يخترق من العمق اصلا، تريزيجيه من النوع اللي بيمسكها كتير، فهتحطه في عمق الملعب هيكعبل لك الدنيا. تريزيجيه ما عندوش الباص اللي هو السحري، لا ممكن يعملها عرضيه كويسه ينشل، لكن يعمل بينيات مش بتاعته. حتى ضغطه في نص الملعب ما بيبقاش زي ضغطه لما بيبقى بيلعب جناح وبيساعد الباك. ففكره ان هو يلاعب تريزيجيه مركز 8 عشان حد قايل له ان ده لعيب كبير، ده لعيب منتخب، وده كذا، مديله داتا ان دول محدش فيهم بيقعد. انك تلعب بطاهر راس حربه، الراجل اعتقد يعني الراجل ما جاتش في دماغه كده ان طاهر قبل كده لعبها مع الاهلي، فلما يجي يلعبها النهارده، طب متفهم ممكن طاهر يلعبها ما عنديش مشكله، او ما انا كجهاز قديم اديله نصيحه او الناس معانا بقى عادل مصطفى ولا غيره ان طاهر بيلعبها كويس، بس امتى؟ لما يبقاش عندي مهاجم. لكن انا عندي اتنين مهاجمين، واحد فيهم مصاب، فاضل واحد تاني اللي هو جراديشار، ما بيدكش افضل حاجه، ولكن في النهايه بالبلدي كده شغلته. شفت طاهر راس حربه، شفت له تمركز واحد في ال 18 زي اللي عمله جراديشار؟ انا بقولكش جراديشار كسر الدنيا، لكن في تمركز صحيح لمهاجم قدر يجيب التعادل، في تمركز صحيح وتحركات صحيحه كمهاجم ضيع 2 3 لكنه متواجد. ما عملش افضل شيء، بس بالنسبه لطاهر لا، ده غير ان طاهر مش السوبر واللي عامل ماتشات تكسر الدنيا عشان احط طاهر واقعد مهاجم، ده هو اصلا المهاجم. بدات ما هنا، ما انا هنا برمي الحمل على مين؟ على اللي قال يستروب، لكن بعتب عليه هو. انت شفت ايه من طاهر خلال الشوط الاول عشان تبدا بيه الشوط الثاني؟ هو مهاجم
بيتمركز في ال 18 واستغل الفرص اللي عملناها في اخر ثلث ساعه في الشوط الاول، ولا كان ليه وجود. هل هو مثلا بيطلع في ال 18 بيعرف يعمل الوان باس ويستلم ويطلع الاطراف عشان حد من بن شرقي ولا زيزو ولا تريزيجيه يكمل مكانه؟ لا، بيطلع بال 18 ما بيعرفش يستلم الكوره، كذا مره يلف حوالين نفسه، يرقص تتخطف زي الكره اللي اتسقطت في الشناوي. هل هو مثلا في عز الضغط العالي عليه وكنت مش عارف تطلع بالكره وما عرفهاش ليه، جاي لكم ليها دلوقتي، بتلعب الطويل يبقى هو تارجت مان، تعرف يبقى محطه تسند عليه عشان ما بيستندش عليه ولا بيستلم كره ولا حاجه، اقوم بادئ الشوط الثاني بيه وضيع ساعه كامله؟ دي برضه مش فاهمها من يستروك. الماتش بدا بقول لك مش عارف ليه انتوا بادئين بالشكل ده ليه؟ ايه حجتك؟ ايه حجتك انت؟ اكل عيش الفرق الكبيره اللي زي الاهلي ان الفرقه اللي تلعبك ضغط عليك من قدام كده، في مساحه مطلوب منك حاجه واحده بس، التدرج بالكوره، تعرف تطلع بالكوره بس. هتطلع بالكوره بقت هجمه خطيره، حصلت مرتين الشوط الاول وكانت هجمات خطيره، لكن بقيه الماتش ياسين مرعي النهارده الباصات كلها غلط في رجل لعيبه بتروجيت، ياسر ابراهيم بياخدها من اليمين يحطها بالشمال، مش لعبته. طيب المفترض انا كمدير فني مبقاش فيه غير ديانج بس اللي بينزل يستلم. طب ديانج استلم هيعمل ايه ديانج؟ لا بن رمضان نزل له ولا تريزيجيه نزل له، واحد نزل مع هاني واحد نزل مع شكري. المفترض حد يجي من نص الملعب ينزل لديانج يسند عليه، يسند على الباك، يسند على الباك سواء شكري ولا هاني. بقى في واحد نازل زياده، اتفرغت مكان في خط نص الملعب في الظهر، هنا المساحه اتوجدت هقدر العب فيها. لو نزل طاهر بقى، لو نزل بن شرقي، لو نزل زيزو من هنا، اتخلقت المساحه، عملت حركه، عملت مساحه. لكن انت لا، هو بس ديانج اللي بينزل وخلاص. بعد كده فايه الحل بقى؟ الفشل، او لاعب طويل او يضغط عليها وتتاخد. انا شكوتي الفرقه اللي بتلعب ال11 تحت الكوره النهارده، الراجل مسهلها عليك، مش عارف تطلع بالكوره خالص. وبالامان الناس بتتكلم ديانج النهارده نجم الفريق، في ناس تقول لك ديانج في الباص، ديانج النهارده فاجئني بالباص. اكتر لاعب، واتفرج على الماتش تاني عشان ما تقولش بس الكلام ده، اكتر لاعب لعب باصات طوليه سليمه كسر بيها الخطوط قطع بيها مسافات هو ديانج. اكتر من مره عملها. بدايه الجون اللي جبناه كان استلام من ديانج من نص الملعب، حطها بالمقاس لزيزو في مساحه فاضيه. شغله بن رمضان ما عملهاش، شغله تريزيجيه ولا واحد فيهم عملها، ما عملهاش غير ديانج، الوحيد اللي فايق دفاعا وهجوما. تريزيجيه مرمي، لا عارف مرمي في نص اللعيبه كده من الخطوط، مش عارف يفرفص. محمد علي بن رمضان، والله بجد انا اداء محمد علي بن رمضان واداء بن شرقي بجد يعني ممكن يوقعنا في مشكله، يخلي الجهاز المركزي المحاسبات يتهمنا باهدار المال العام لو فضلوا بالاداء ده. مش ممكن يعني. محمد علي بن رمضان لعبه كويسه وبعد كده 10 مش نافعين. انا اول مره اشوف لاعب عايش حياته يحضن. احنا جايبين لعيبه ولا جايبين سواق تريلا؟ طول الماتش عمال يحضن بس. انا ما اعرفش ايه ده. الكره تيجي عنده مطب، لازم تهدى، لازم يستنى، لازم يقف يتحضن عليها، يعوز يعمل فاور تاخد منه يعمل هو فاور، مش هنوصل لحاجه. بدانا الماتش المهم بتشكيل ياسر وياسين. ياسين مش هنا النهارده قلت لك دايخ. شكري مش هقول لك عمل ماتش جامد، بس بالنسبه لباك شمال هجومي النادي الاهلي من زمان ما شفتش حد موجود متواجد. يعيبه بس حاجه، مش عيبه هو، ان في جبهته كان موجود اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي ما حدش بيلعب معاه. اشرف بن شرقي بياخد الكوره في واحد واقف، في اتنين واقفين، في ثلاثه، هروح مش مهم تضيع بس هروح. الناحيه الثانيه الجبهه الثانيه كان هاني وزيزو بيعملوها كويس قوي واخترقوا اكتر من مره وبيعملوا عرضيات. مفيش حد بيستغل ليه؟ لان مفيش وعي في التحرك. كنا بنروح كلنا السبعه 8 في الستة يارده، كل اللي بيتقدم داخل في الستة يارده. مفيش لاعب ذكي ياخد خطوتين لورا تتعمل له تحت يحطها ولا واحد، بدليل عاملين لنا الزحمه. شفت الشوط الثاني اكتر من 3 فرص بتضيع في الستة يارده، تخبط في رجليهم وتطلع، تخبط في ايد الجون وتطلع. ياسين مرعي بدل ما الجون واسع جاي يحطها في رجل حارس المرمى. طب وبعدين؟ حتى لما شاط عمر كمال عبد الواحد جت في رجل جراديشار. زحمه، عاملين زحمه على الفاضي من غير وعي. 15 ضربه ركنيه غير الفاولات على 18، وزيزو بيرفعهم زي ما الكتاب قال، ولا واحد عارفين نستغلها وهم كوره. وكلمه لمحمد هاني بقى، بقول لك عملت ماتش كويس يا اخي، خلي فيه وعي، خلي فيه ذكاء. لاعب ظهره للملعب وراح ناحيه خط التماس، مفيش اي خطوره، يا لازمه الفاول. انا عايز اعرف انت بتحلها له ليه؟ الراجل في مشكله مش عارف يعمل ايه، ظهره الملعب بيستلم، هيقف بقى هيرجع بيها لورا، انت بمنتهى السرعه رحت عامل مع الفاول، اديته الفاول، اتلعبت الفاول. محمد الشناوي، وده انا من الناس اللي متابعين عارفه من زمان راي محمد الشناوي في حته الكره العاليه، وانا بستغرب يعني ربنا مديك طول يخليك افضل حارس في القاره في التعامل مع الكرات العاليه. محمد الشناوي ما بيطلعش الكره في الست يارده اصلا. النهارده كره ملعوبه بعيد، طلع ليه مش عارف. وحتى بالمنطق والعقل الكره مش ملعوبه بارتفاع عالي، حارس المرمى بيبقى ليه افضليه ليه؟ بيبقى ليه الافضليه ليه؟ ان الكره بتبقى عاليه، هو بيعمل الجامب وعنده ايديه بتميزه عن بقيه الناس، بيعرف يمسكها بسهوله.
دي ملعوبه في مستوى رؤوس اللاعبين. يبقى هتطلع حاجه من الاثنين، يا اما تعمل ضربه جزاء يا اما تعمل الكارثه اللي عملتها النهارده. طلوع ملوش اي لازمه. تخيل يا شناوي انك احصائيه المباراه حارس مرمى لم يتعرض لاي خطوره او اي تسديده او اي فرصه على المرمى ويطلع دخل في جول. ولا اختبار لمحمد الشناوي، حتى كوره دخل الجول مش اختبار للشناوي. الشناوي لو في جون وخلاص خلصت، ولا اختبار وطلعنا لابسين جول. يعني انا بتكلم، انا زعلان من ايه؟ لو انا بكون راجل بخبراتي دي وبقدراتي حارس كويس مش هننكر، وياما شالنا ما قلناش حاجه، بس انا عارف ان عندي مشكله في ازمه في حته معينه. يا اخي بعد التمرين ما يخلص اجيب 3 4 لعيبه، اجيب ناشئين يقعدوا اتمرن حاجه تمرينات نوعيه، انا ناقصاني دي ازودها. لكن باين قوي انه عيب فيك من يوم ما كنت ناشئ. الكرات العاليه عيب فيك، مفيش مره فكرت تعالج العيب ده. لبسنا الجون بسبب الشناوي. الشوط الاول طبعا بدايه سيئه جدا، ما اعرفش ايه سببها، مش عارف نطلع بالكوره، ما بنضغطش عاملين نحلق لغايه ما جه الجول. بعد ما جه الجول ب 10 دقائق بدانا نلعب، لكن بن شرقي طبعا طاهر كل كره بتروح عنده الهجمه راحت خلاص. محمد هاني وزيزو عاملين شكل بيحاولوا، لكن ما فيش اللي يترجم، لان ما عندكش راس حربه، لان ما عندكش جناح بيكمل غير اشرف بن شرقي، وعمال يعمل حاجات غريبه. يعني الكره جايه له يستلم بالراحه، حط صدره طلع بيها بره. واحده تانية انت الباك اهو هتعملها واحده عرضيه، لا الخط بينك وبين الخط مفيش 10 سم، بيزقها هتروح فين؟ طلعت بره. واحده جاله على دماغه في الست يارده وهو واقف بالراحه فوق العارضه. واحده تانية كان ناحيه اليمين لم الباك وراح في 3 من الاهلي جوه الست يارده، معرفش استنى ليه طلعت كورنر. كان الشوط الاول عنوانه طاهر وبن شرقي بيفسدوا هجمات النادي الاهلي. واخوك تريزيجيه يعني الشوط الاول بصراحه اداء ما ينفعش يقول غير الاداء، لاعب مدهول مش عارف هو بيعمل ايه، مش عارف هو فين. احمد علي بن رمضان زي ما بقول لك مطب، مفيش غير ديانج وكان هاني وزيزو وعلى فترات محمد شكري، غير كده انت مش شايف حد. ورجوله من ياسر ابراهيم بيعرف يلعب اللي بيعرفه ما بيألفش. الشوط الثاني بدا انت ماشي كويس قوي وخلاص وبتهاجم لغايه ما اتعمل التغيير اخيرا وطلع طاهر عشان جراد شار من اول لمسه يوجه رساله للاداره الفنيه، ده اللي كان المفروض يحصل. جبت الجول بيتراجع في 4 دقائق مش عارف ليه. انا قرارين غريبين يعني ملبسيني في اخر المباراه، الكورنر والفاول بتاعت ما اعرفش اعملهم كده ليه. يبين لك يعني ان النوايا مش مظبوطه، بس بالامانه ما اثرش في نتيجه المباراه ولا غلط، وادانا حقنا وما سابش، وحمى لعيبه النادي الاهلي في اول ربع ساعه 3 انذارات، منع الخشونه اللي كانت نازله بيها فرقه بتروجيت بشكل غريب، فما اقدرش الوم على الحكم حتى لو في قرارين 2 3 مزعلنا. خلاص جبنا الجول وبدانا بقى وشكلنا بقى كويس وان شاء الله التاني قرب. تيجي التغييرات، نزول قفشه ما عنديش مشكله مع انه بعيد، وقفشه لما بينزل قفشه خلاص هو اللي سلم نفسه، في لعيب كده بيسلم نفسه للضياع، مش مركز في الكوره ولا بيجتهد في تمرينه قد ما انا مظلوم. نفس القصه اللي كان فيها عمر كمال الفتره اللي فاتت. نزل، عايز تنزل قفشه ما عنديش مشكله، هتنزل قفشه. اروح جايب تريزيجيه، اطلع بن شرقي، وانا مع طلوع بن شرقي لان بن شرقي بيضيع مجهودنا. يقدر يخلصك في واحده بس يعلم هتيجي ولا مش هتيجي، لكن كل كوره بن شرقي لا، كوره رايح بيها بيعملها بوش رجل خارجي في ايد الجول، وزيزو طالع له تحت نزل له تحت، يعملها كده لزيزو هو والجون خلاص هيشوط جول. فطلع بن شرقي معاه، اروح جايب انا تريزيجيه بعد ما بدا يفوق شويه العبه جناح واحط قفشه مكان تريزيجيه يلعب مركز 10. يبقى كده انا حافظت على الشكل الهجومي بتاعي. خلاص ما كانش وقته عبد القادر كنت سيبه شويه، لا راح ساحب تريزيجيه، ساحب اشرف بن شرقي، نزل مكانه عبد القادر اللي لسه عايز يرجع محتاج ينزل في اجواء افضل من كده. ما فرقتش بن شرقي من عبد القادر، هي لكن هتفرق لو حطيت تريزيجيه مع محمد شكري اللي انت سحبته. ما اعرفش ليه نزلت عمر كمال عبد الواحد، ده نتيجه ان حد قال لك. دي مش معقول دماغك، انت جاي شايف راجل بيلعب بيمين ولعبته باك شمال، دي ليه؟ عادل مصطفى قال لك. وليه؟ انا خلاص بدات اشتغل على العرضيات وبحاول العب عرضيات وبحاول ارجع الماتش بالعرضيات، اسحب شكري من الناس المميزه في لعب العرضيات وانزل عمر كمال اللي هي مش عدلته اصلا، لازم يجيبها على يمينه عشان يعدلها. تغييرات خربت الدنيا، خلت الوضع كما هو عليه، نقدر نجيب لكن ما استغلناش. الريتم وقع بعد التغييرات، ما بقاش بنفس الفعاليه اللي قبل التغييرات، وفي الاخر ضيعت نقطتين. ارجع واقول ما اعرفش ليه، ايه سببك؟ مش عارف ايه حجتك، انا ما افهمش شكل الاداء اللي بدا بالشكل ده ليه؟ ضيعت النقطتين دي ليه؟ اهدار فرص بشكل غير غريب، هل هو انعدام ثقه؟ هل هو ثقه زياده؟ هل هي لعيبه مش مركزه؟ هل في حاجه مش مظبوطه محتاجه وقفه كتير؟ كل املي الفتره دي تعدي بفقدان اقل عدد من النقاط لحد ما يجي يناير وتتحل ان شاء الله. شوف بقى اذا كنا هنكمل نواقصنا، واللي شايف نفسه مش قد تيشيرت النادي الاهلي يروح يشوف فرصته بره، وبنتمنى له كل التوفيق. لكن كده لا،
ان تشوف لعيبه مش قد تيشيرت النادي الاهلي، ده ما تعودناش عليه، ولا تعودنا على المنظر ده، ولا تعودنا على البدايات دي، ان كل دي نقاط عماله تروح، ولما بتكسب اخرك فرق واحد، هو ماتش فاركو اللي كسبته. باقت الماتشات افريقيا دوري كله فرق واحد وبالعافيه. مش هو ده النادي الاهلي. اخيرا خلاصه ال90 اللي بننهي بيها كل ماتش، الشناوي بعد فتره تالق بارز رجعنا للكوارث. ياسر رجوله وثبات بلا هفوات. ياسين مرعي المدافع الشجاع النهارده في الضياع. هاني النهارده جميل بس ابوس رجلك بلاش الطويل. شكري ماتش كبير ومش فاهم ليه التغيير. ديانج لو في 2 بنفس الاداء والدور كنا كسبنا بسكور. بالرمضان لقطه ابرز نجومي و10 بتطلعني من هدومي. تريزيجيه تاه في استاد الكليه، يا فرحتي بالقيمه السوقيه. بن شرقي رغم المهارات مفسد هجمات. زيزو عمال يقدم هدايا لشويه ولايه. طاهر قراراته الغام محتاجه مفسر احلام. جراديشار رجعنا من اول لمسه وضيع بعدها 5. ربنا يستر ان شاء الله على ماتش المصري اللي جاي.